تعالوا معايا احكي لكم يومي بيمشي ازاي داخل الشركة كسوفت وير انجينير. ببدأ يومي بالفطار وغالبا بيكون فاكهة زي النهاردة، فجبت معايا تفاح وبرتقان وموز وحليب علشان القهوة والنسكافيه. بعدها ببدأ بأهم روتين يومي بالنسبة لي وبكون لازم أعمله كل يوم، وهو إني لازم أسمع إنجليزي كل يوم الصبح. بعد ما أخلص الإنجليزي بتدرب على مهارة الكتابة السريعة لمدة 10 دقايق، علشان أنا كمبرمج لازم أكون سريع في كتابة الكود والأسئلة والمحتوى، وده بيزود من إنتاجيتي جدا. بعد كده ببدأ أشتغل في الكود والسيستم اللي أنا شغال عليه، وعملت امبلمنتيشن لمجموعة من الاي بي ايز من الباك اند، وعملت صفحات علشان أعرض الداتا من الاي بي ايز اللي انا عملتها. بعد كده عملت كوبايه قهوه علشان نفوق ونرجع نكمل في كتابه الكود، ونزلت صليت الظهر في المسجد ورجعت اعمل تيست على الكود اللي انا كتبته. ووقت الغدا جه كلت كباب باكستاني وخبز. بعد الغدا كان عندي ميتنج مع التيم ليد علشان نعمل تيست للميزه اللي انا كنت شغال عليها، بس كان في باجز وايرور راجعه من السيرفر، فاجلنا التيست لتاني يوم علشان نحل الايرورز دي. والساعه 4:30 جت، فبدات اكتب ريبورت بالتفاصيل اللي انا اشتغلت عليها النهارده، وخدت فيها وقت قد ايه، وايه المشاكل اللي انا قابلتها سواء مني او من الباك اند. والريبورت مهم جدا علشان يكون مرجع لاي حد عايز يعرف التاخير حصل من انهي قسم. خلصت الريبورت الساعه 5 وجهزت شنطتي ومشيت، وطبعا ده مش الطبيعي وهتعرفوا ليه بعد كده. سلام.